السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى جوله مسائيه ليليه في اسكندريه، نشوفوا الاجواء. طبعا انتوا عارفين بقى كانت زي نوة، سبحان الله، نوة في عز الربيع في اسكندريه. بس دلوقتي امبارح طبعا كان اليوم كله شتاء، النهارده شدت شويه الصبح، بس بعد كده طبعا الجو سقع، رياح، بدا الجو في تحسن نسبي بسيط. هنطلع على البحر ونمشوا في خالد الوليد الاول ونشوفوا الاجواء. خليكم معايا. زحمه زحمه، اسكندرية لا تنام، يعني لا صيفا ولا شتاء. ربيع بطعم الشتاء في اسكندرية. هوريكم برضو جزء اسكندرية النهاردة بالنهار والبحر والاجواء كانت عاملة ازاي النهاردة. احنا بقى ايه، هنخشوا عبد الناصر وبعد كده نطلعوا على خالد بن. وده الطقس نهارا، كان حرفيا سقع تلج، البحر عالي جدا زي ما انتم شايفين كده، وهوا ورياح. الشتاء بس لحد الظهر كده، وبعد كده الشتاء توقف، لكن السقعة ما زالت مستمرة. دي كده أجواء اسكندرية النهاردة بالنهار. العيال بتوع التكاتك بيهزروا. الدنيا زحمة وما عادش في رحمة، عندهم حق. يلا بينا. ده كوبري شارع عبد الناصر اللي هو متقاطع مع 45. تمام، هنروح بقى من عند الأكاديمية ونخش شارع اسكندر إبراهيم، وبعدين العيسوي، وبعدين خالد ابن الوليد. أنا تقريبا لفت لكم اسكندرية كلها النهاردة يا جماعة. خليكم معانا عشان تشوفوا أجواء اسكندرية ليلا. دخلنا شارع اسكندر إبراهيم. بصوا التكاتك تلاقوها في أي حتة، يعني المفروض حتى في الشوارع الرئيسية تبقى ممنوع، لكن دي بتطلع لك من اي مكان، شارع جانبي، سواق، تلاقي كده ايه طالعه. شارع اسكندر ابراهيم طبعا اخرنا شاطئ ميامي، نفق ميامي وشاطئ ميامي، بس احنا هنخشوا العيسوي. ماشي كده، داخلين خلاص على يميننا، خلاص سنترال ميامي، وقدامه شارع العيسوي، هنخش يسار شارع العيسوي. عايزه اقول لكم شارع اسكندر ابراهيم ده زمان في الثمانينات وانا طفله صغيره كان صحراء، يعني كان لحد البحر فاضي هو، ما كانش فيه بقى ولا محلات ولا كافيهات ولا الحاجات دي خالص، كان شارع طويل كده وفاضي. هو وشارع خليل حميدة. انا فاكره قوي وانا صغيره كنا بنيجوا على فكره البحر ماشي، ما كناش بنركب بقى لا تاكس ولا كان في مشروع ولا كده، كان هو التاكسيات او العربيات. المشاريع على فكره ما كانتش كتيره زي دلوقتي، بس طبعا مع الزياده السكانيه بقى وكده، ف الدنيا بقى ايه، التطور الطبيعي. بصوا التكاتك بيطلعوا لك من اي حته، بصوا كام واحد، حرفيا قافلين الشوارع كلها. شارع هنخش بقى كده يمين، شارع العيسوي. برضو شارع العيسوي ده كان فاضي جدا جدا، مشهور بالمطلعاية والمنزلاية، وبعد كده مقابر سيدي بشر. فذكرياتنا يعني واحنا صغيرين لما كنا نيجوا رايحين بقى ايه من سيدي بشر رايحين شاطئ ميامي، فكنا لازم بنعدي على كل ده. فتح الله ماركت فاتح اهو. لا ده جملة طيب ماركت، ده جديد. طيب ماركت غير فتح الله ماركت. العيسوي برضو معظم محلات ملابس زي ما انتم شايفين. هسرع بقى الفيديو ده هنا شوية في العيسوي لحد ما نروحوا بقى عند تقاطع العيسوي مع خالد بن الوليد ونخشوا شارع خالد بن الوليد. بقول لكم شارع العيسوي ده كله كافيهات، تمام، ومحلات برضو ملابس وبقالة بقى وجزارة وكده. مشهور طبعا بمستشفى ماري مرقص موجودة فيه. كمان في مركز أشعة، مش عارفة اسمه أليكس سكان ولا ايه. اهي وصلنا مستشفى ماري مرقص، بعد كده النازلة دي نخش يمين خالد ابن الوليد، خليل حمادة يعني، وبعدين خالد ابن الوليد. كده دخلنا خليل حمادة وهنمشوا في شارع خالد بن الوليد. ماشي تشوفوا أجواءه بالمرة. شارع المصيفين والليبيين الحقيقة، في شوارع كده فيها وفود، يعني محمد نجيب فيه السودانيين، مش عارفه ليه، عشان الرئيس محمد نجيب كانت والدته سودانيه ولا ايه، ما تعرفوش الارتباط. هنا شارع خالد بن الوليد معروف بتاع شارع الليبيين، السوريين بقى منتشرين في كل حته. محلات طبعا الملابس
بصوا كام توك توك عدينا عليه، مالهمش حل. انتشروا بطريقه بشعه الصراحه في اسكندريه. بصوا المحلات فاتحه والدنيا ونسه، الاجواء حلوه. عربيات الشرطه واقفه عشان الاغلاق طبعا الساعه 11. تمام. المحلات اساسا يعني ايه اتاكدوا الاغلاق في المواعيد الرسميه. مشاريع القاهره دي رمسيس من هنا طبعا. الشارع هادي نوعا ما يعني، لان احنا لسه طبعا ايه شويه على الصيف. بعد بقى الامتحانات ما تخلص تلاقي بقى ايه الزحمه. هرم رمال، هرم ده هرم كمان مش رمسيس، ده رمسيس وهرم. والاجواء عشان التحرير عزة. بدأنا بقى ايه نحس بالساعة، طلعنا على البحر الساعة. احنا كده طبعا في ميامي، وعلى يساري كده قدام شوية اهو ممشى البوليفاج وشاطئ البوليفاج. الاجواء ونسة نوعا ما، لكن اسكندرية النهاردة هادية. تعالوا بقى كده نمشي شوية على الكورنيش. هنا كده وصلنا سيدي بشر، قدام مسجد سيدي بشر. بقول لكم النهارده الجو هادي نوعا ما، طبعا وسط الاسبوع الساعه 10 مساء. تمام. اللي عنده بقى شغل، اللي يعني مش لا صباح اجازه ولا كده، والامتحانات خلاص او شكت. تمام. وقربنا على الاغلاق الساعه 11، اغلاق المحلات، لكن كافيهات ومطاعم شغاله. ففي على الكورنيش بصفه عامه يعني هدوء نوعا ما. لكن بقى هنروح سيدي جابر وهنروح شارع لاجيتيه، خليكم معانا لسه كمان هتشوفوا الاجواء غير زحمه زحمه. خليكم معانا. وصلنا بقى لسيدي جابر وخدنا يترن شارع المشير من اوله وكده اهو مكملين، وقدامنا طبعا محطه قطار سيدي جابر. سيدي جابر طبعا اساسا محطه يعني رئيسيه، تعتبر قلب اسكندريه برضو، فعلى طول بتبقى ونسه وفيها حركه. وبعد كده بقى هنخش يمينا وهنمشوا شارع ابو قير، ونطلعوا بعد كده نكملوا بقى لحد الابراهيميه، وناخدوا لاجيتيه كده من اوله لحد الترام ان شاء الله. انا قلت بالمره يعني نشوف شارع ابو قير ونشوف برضو شارع لاجيتيه، ما جيتوش بقى لي فتره. تمام. فدي اجواء سيدي جابر كده بالليل. وكده شارع لاجيتيه من بدايته، من اول شارع ابو قير دخلنا يمينا بداية شارع لاجيتيه. طبعا من الشوارع يعني العريقة، اللي يعتبر شارع تراثي على فكرة، كان سكنه كله الجريك واليونانيين. تمام. بس مشكلته بقى ان هو اتملى بياعين، يعني غير المحلات. تمام. الفروشات والبياعين بقوا عاملين ازعاج جدا جدا ومضايقين الشارع بطريقة يعني عشوائية جدا. طبعا حملات على طول، كان لسه في ازالة على فكرة فيه، بس هنمشي فيه وهتشوفوا ولا كأن كان في ازالة ولا حاجة. اهل المنطقة واهل الابراهيميه بيشتكوا من شارع لاجيتيه والاشغالات المستمره، حرفيا متعرفش تمشي فيه. هو كده يعني يعتبر هادي الجزء ده. لسه بقى قدام هنشوف الزحمه والمحلات. نفسنا اسكندريه ترجع يعني زي الاول وسابق عهدها، الشوارع الجميله تبقى جميله، الشوارع التراثيه تفضل تراثيه كده، محتفظه برونقها وجمالها وهدوءها. لكن اللي بيحصل غير كده. تعالوا بقى اسيبكم شويه مع صوت الشارع وجوله في شارع لاجيتيه لحد الترام.
انتوا شايفين كده المحلات والفروشات يعني اخدين تقريبا نص الشارع. الناس حرفيا مش عارفة تمشي، بنات ستات كبار سن غير العربيات. يعني بجد الشارع ده مظلوم جدا جدا. بجد اسكندرية جميلة، شوارعها جميلة وانسى. المفروض ان الابراهيمية من الاحياء الراقية، بس زي ما انتوا شايفين الشارع عامل ازاي، مفيش مكان على الرصيف للمشاة. غير كمان لما نروح على الترام طبعا صعب جدا جدا. دي كده كانت جولتنا النهاردة. شفنا شارع شفنا ايه يا جماعة؟ افتكروا معايا، شفنا شارع خالد بن الوليد، اتمشينا على البحر، شفنا اجواء اسكندرية الليلية. اكتبولي حابين اصور لكم ايه تاني في اسكندرية، وتحبوا نهارا ولا ليلا، يعني حابين الجولات الليلية ولا تحبوا جولات نهارية اكتر. ونشوف بكرة اخبار الطقس والجو هيكون عامل ازاي. احنا كده خلاص تقريبا وصلنا لنهاية شارع لاجيتيه. زي ما بقولك كده، فينو طبعا. فينو، حكاية فينو دي هو اساسا اللي دخل العيش الفينو في اسكندرية. كان خواجة ايطالي هو المخصوص اللي بيعمل العيش للملك، فعمل خبز فسمي على اسمه الخواجة، كان اسمه الخواجة فينو. تمام. ومن هنا بدأت صناعة المخبوزات بقى اللي هي الغربية بقى، غير بقى الخبز البلدي والحاجات البلدي بتاعتنا. دخل العيش الفينو ودخلت المخبوزات الغربية. وهنا وصلنا بقى الإبراهيمية على الترام، ودي محطة الترام الإبراهيمية. بعد خلاص يعني قربوا بقى يزيلوا القضبان وقربوا يهدموا المحطة. اهو زي ما انتم شايفين خلاص ودعنا ترام الرمل، ومنتظرين بقى الترام الجديد بعد التطوير. بس يبدأوا العمل، يعني الهمة شوية ويسرعوا يبدأوا العمل عشان أزمة المواصلات. هنا كده احنا لسه الإبراهيمية محطة الترام اهو قفلوا عليها بالكربونات دي. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، واستنونا بكرة لو شاء الله، لو شاء المولى، في فيديو جديد ان شاء الله رب العالمين. شكرا، تصبحوا على خير. جيجي رضوان.